بيك والله يا غريمي، حاسس بيك من عندي هنا. الصداع اللي هيفرتك نافوخك وشايفك من عندي هنا. اول لما البنك الاهلي جاب جول والاهلي تعادل قلت بس سلسله الانتصارات اللي كولر عاملها اللي هي 17 انتصار هتقف وتنتهي لحد هنا، ومش هيجيب ال 18 ومش هيكسر رقم مانويل جوزيه. صراحه انا مش هخبي عليك، اول لما البنك الاهلي جاب فينا جول وتعادلنا انا قلت بقى انا عايز امسك كولر يعني في ودنه كده، يا راجل مش قادر تستنى دقيقتين ثلاثه، ده رقم قياسي انت هتعمله مش حدش هيعرف يكسره تاني. طب لعيبه الاهلي يا جدعان مش عارفين تقفوا على رجلكم؟ طلع انا عارف ان انتوا تعبانين وخلاص مستنزفين، بس دقيقتين ثلاثه كمان خلاص. ما كنت قاعد بقى الخنقه ماسكاني كده، حاسس ان انا هتجلط مش قادر. فاللي بيحصل تلاقي الحكم رجع للفار، خد الدقيقه دقيقتين ثلاثه اربعه، الامل يرجع لنا، هوب ضربه جزاء. بجد ضربه جزاء ما اتحسبتش. العظمه اللي احنا فيها دي هتفضل مكمله معانا، دي اللي بجد يتقال عليها معلش سهرناكم معانا ولا ولايقه قوي. يعني انتوا فضلتوا قاعدين لحد اخر دقيقه في الماتش ومش عارف ايه، والدنيا كلها عايزه الاهلي ما يكسبش ال 18. مفيش، هي يا باشا اوفسايد وهنكسب ال 18 وال 19 وال 20 بقى بالعند فيك. لا كولر يا جماعه، انت عارف يعني ايه يكسر ارقام مانويل جوزيه؟ احنا كاهلاويه او اي حد اهلاوي مش اهلاوي كان فاكر ان الارقام دي عمرها ما تحصل. طب انت متخيل الرقم 18 فوز انت متخيل الرقم 18 فوز؟ 18 ده رقم مش طبيعي. 18 فوز متتالي، يعني بنكسب 18 كل ماتش، بناخد 3 نقط لمده 18 ماتش، ما نتعادلش ماتش، ما بنخسرش ماتش. ده اللي كولر عمله. وفي ناس بتقول لك ان هو مدرب على قده. لا بجد والله انت مستوعب يا جدعان؟ انتوا مستوعبين هو بيعمل؟ طبعا نيجي للنقطه الثانيه اللي ما ينفعش ننساها، وسام، فان دام، ابو علي، ميسي، كريستيانو، روفالدو، ادريانو، اشوف اللي انت عايز تقوله عليه قوله. وسام انا بس في حاجه مهمه قوي، الفاول اللي جابه وسام كان في زمايلنا اللي هو غريمي بيقول لك ان زيزو بيجيب فاول زي ده وان مفيش لعيب في مصر بيعرف يجيبه. زيزو باشا تمام بيجيب الفاول ده، انا معاك يا باشا ان هو بيجيبه. وسام ما كملش نص موسم، هداف الدوري منفرد لوحده فوق ب 15 هدف، جاب الفاول اللي انتوا فاكرين ان زيزو بس اللي بيعرف يجيبه، وجابه احسن من زيزو كمان. تاني فاول يشوطه جابه جول. ده مش طبيعي اللي بيعمله وسام، ده مش طبيعي بجد والله. فاولات شغال في ضربات جزاء من اي حته. فوسام النهارده بالفاول اللي جابه ده بيقول لك انا اخطر مهاجم ممكن يعدي على في تاريخ الدوري المصري. لا عادي بجد. اصل انت ما شفتش تقريبا مهاجم بالكواليتي دي بيعرف يعمل كل حاجه قوي كده تقريبا، بس انت ما شفتهاش. يعني انت لو شفتها قول لي. انا ما شفتش مهاجم عدى كده. شفت مهاجمين حلوه جدا اجنبيه، يعني مثلا فلافيو كان حلو، سيف الجزيري حلو، ازارو كان حلو، انما وسام في حته تاني خالص. وسام بيبص لهم من فوق، انتوا ايه يا مهاجمين يا اللي تحت كده. نص موسم بيعمل كل ده. الناحيه الثانيه انا عايز اقول لك ان الاهلي دلوقتي رسميا عاوز 4 نقط بس عشان يبطل الدوري، ولسه فاضل له بتاع مش عارف 5 متوشه ولا 6 متوشه ولا حاجه كده يعني، وهو الاهلي عاوز 4 نقط بس. فانا اقدر اقول لك دلوقتي رسميا بالنسبه لي انا وبالنسبه للاهلاويه، وانت كمان عارف الكلام ده، الاهلي بطل الدوري. فخلاص بقى يعني اقعد اتفرج على الاهلي استمتع بامام، بوسام، برضا، بحسين الشحات، استمتع بقى باللعيبه دي، استمتع بالارقام اللي بتتكسر، استمتع باللي الاهلي بيعمله. مفيش نادي في افريقيا يعرف يعمل الكلام ده. استمتع بقى واتفرج. انتوا معاكم جوهره يا جماعه في الدوري المصري، اللي بيعمله ده مش طبيعي. مهمه بقى لو انت اهلاوي يعني، فاكيد دلوقتي مبسوط وفرحه مش سايعاك بالارقام اللي عماله تتكسر دي. روح حالا ادي اللايك والسبسكرايب الطرش ورن الجرس. ولو انت بقى مش اهلاوي، ودي المهمه، لو انت مش اهلاوي بقى وبتشجع الزمالك او بيراميدز ما اعرفش ازاي يعني ومتضايق، فانت اكيد من جواك مبسوط حته اللي هو يا ولاد اللعيبه بتوع الاهلي انتوا بتعرفوا تعملوا كل ده، فعشان خاطر الاندهاش اللي فيك ده روح اعمل لك سبسكرايب برضه، يعني مش هتخسر حاجه. يعني انا عارف لو انت اهلاوي فمبسوط، لو انت زملكاوي فمتضايق، بس من جواك مبسوط، اللي هو حاسس اللي بيحصل ده مش طبيعي. يعني انت لو انت بتفهم في الكوره فبتشجع اللعبه الحلوه فعارف ان ده جامد، لا الاهلي بيعمله جامد، فانت من جواك انا كان نفسي ابقى اهلاوي. انا ليه مش اهلاوي؟ اللي هو انت فاهم، انت زملكاوي بتحب الزمالك وكل حاجه، بس يا اولاد المحاظيظ كده انا عارف بقى. يعني عشان خاطر اللعبه الحلوه لايك وسبسكرايب وفولو واعمل كل حاجه، اي حاجه بقى.